السلام عليكم. اليوم أقدم لكم طريقة عمل الفسنجون. طبعا طريقته جدا سهلة أو طيبة بنفس الوقت. المقادير اللي أحتاجها هي دجاج، يعني أي وزن دجاج ترغبون به. البعض يحب يطبخها على البط أو على اللحم، لكن أطيب طعم أنا عندي على الدجاج. طبعا الدجاج أني أوخر الجلد عنه، يعني أتركه بس هيجي قطع. شوفوا، استخدمت البعض يحبهم على بس صدور الدجاج، عادي مو مشكلة، لكن احنا نرغب على صدور الدجاج وعلى السيقان. هاي شوفوا شلون وخرت الجلد عنه هيجي. قلت لكم اي كمية ترغبون، ما لها وزن محدد يعني. واحتاج وياه مي حب رمان. يعني هنا هذا مي حب الرمان، مو دبس الرمان، لا، مي حب، يعني الرمان ييبسوه وينقعوه ويطلعون المي مالت الحبايه مالته، مو عصير الرمان وينشفوه. اذا عصير الرمان وينشفوه راح يصير دبس الرمان، ينطي غير طعم. لكن دبس الرمان، عفوا، هنا مي حب الرمان يكون جدا طيب. هنا أنا ويا هذا البطل احتاج قلاص راشي. هذا طبعا هم من اطبخ هم اشوفه. هنا الراشي اللي بعض الدول يسموه الطحينة، واحنا هنا بالعراق نسميه الراشي. احتاج ويا هذه المقادير زيت ومي، واحتاج نص ربع، يعني 125 غرام لبجوز، اللي هو هذا شكله، هذا ابرشه طبعا اني. طبعا اللبجوز اللي يعني ما تتوفر عنده مو مشكله، يقدر يستغنى عنه، لكن هو ينطي طعم جدا طيب للفسنجون. وشكر احتاج هم حسب الحاجه، يعني اذوقها واشوف. وملح انا خليته تعمدت بهذا اللون على مود تشوفون مقدار جدا قليل، يعني بس مجرد اعادل الطعم. هسه ابدي بيه. الخطوه الاولى هي ابدي اقلي الدجاج، خلي شويه زيت، مجرد يعني احمس الدجاج بيه وانزل الدجاج بس. هذا ابدي احمس الدجاج الى ان ياخذ القطع كلها تاخذ لون. هنا أنا بين ما أحمس الدجاج أبدي أحلل أذوب المي الحب. هاي شوفوا أنزله هيجي، شوفوا شلون يختلف قوامه، يختلف عن دبس الرمان. دبس الرمان ما يكون به أجزاء من حبايات الرمان، يكون صافي حيل. هذا لا، إذا واضح عندكم هنا شوفوا. هذا أفرغه كله وبعدين أضيف له مي وأذوبه به. هنا فرغته، شوفوا شلون هذا القوام مالته، خاف ما كان واضح لكم بالبطل، يعني بيه حبيبات، مو مثل دبس الرمان. قلت لكم هو رمان، يعني حب رماني يبسوه وبعدين ياخذون العصير مالته. هذه البطل نفسه راح افرغ بيه مي، امليه 1.5 تقريبا حتى يكون المقياس عندي اسهل. هاي مليته، هسه اقبقه وارجع حتى المتبقي كله احصل عليه. هذا هسه راح افرغ هذا البطل بس، لانه هو حيل ثخين، وراح اضيف له بعد مقدار نص بطل. هذا المقدار الثاني من المي. شوفوا لهنا انا تعمدت استخدم نفس البطل، حتى اي يعني قنينه او بطل تستخدموه انتم تقدرون تقيسون به نفسه، ما يتخرب عندكم قياس. بس هذا راح ارجع افرغه. هاي هنا بعد ما فرغته ابدي اذوبه المي الحب بالمي اللي عندي. شوفوا هنا الدجاج بقيت احمس به الى ان القطعه كلها هيك اخذت لون. هذا المقدار يكفي. عندي مي حب الرمان حليته، هنا راح ابدي هسه اضيفه على مي الدجاج هيك على كيف بس، على مود اذا اكو حبايات رمان تبقى بالقاع. هسه عندي هذا المقدار، شوي شوي راح اضيف عليه مي وارجع انزله على الباقي. شوفوا هاي هنا حليته بعد شويه مي هيجي انزله على مود هذا يبقى. شوفوا هذا المقدار ما يحتاج بعد ما استخدمه، لين بيه العوده مات حبايه الرمان. تحبون تصفوها على راحتكم، لكن هذه الطريقه اسهل.
هسه اتركه يفور على حرارة عالية بس تستوي الدجاجة توصل نص استوى اكمل لكم الطريقة. هنا أنا بين ما الدجاج يستوي برشت الجوز، شوفوا هنا شلون برشته هيجي. هاي حبيت اشوفها للمبتدئات، انا استخدمت هذا المصفي، يعني اذا تستخدمون الكسارة او الطاحونة راح يطلع زيوت وما راح تكون النتيجة هيك ناعمة مثل هذا. شوفوا شلون صاير حلو. هاي هيجي تاخذين مصفي اي مصفي عندك وهيجي تبرشيها واحدة واحدة. هذا ينطي طعم وقوام جدا جميل للفسنجون. هسه الدجاج وصل عندي مقدار الاستواء مالته كافي، يعني تقريبا شوفوا اضغط عليها بقوة نص استوى، والمي اللي ضفته تقريبا هسه وصل النص شوي او اكثر من النص. هاي هسه عندي صارت الفكرة تكفي الدجاج استوى. راح ابدي اضيف الراشي. الراشي ما ضفته من البداية لان الراشي تدرون به هو زيت وراح يذوب عندي يعني. هاي بعد ما ضفت الراشي راح اضيف البجوز. اضيف الملح، هاي شوي رشة الملح. جدا سهلة طريقتها وسريعة يعني ما تطول عندك. انا هسه من خليت الدجاج يستوي تقريبا نص ساعة على حرارة عالية يستوي عندي. شوفوا هسه اتركه يفور واشوفه اذوقه واشوف طعمه. هنا انا تركته تقريبا 5 دقائق على حرارة وسط. شوفوا شلون هيك صار قوامه كلش حلو وريحته جدا طيبة. بس ضقته حسيت يحتاج بعد حلا، انا راح اضيف له هاي 3 ملاعق اكل. بعد انتم بقى حسب رغبتكم، اللي ما يحبه حلو يقدر ما يضيف. هاي انا شكر ضفته احركه وياه. شوفوا هاي حركته اغطيه واتركه 5 دقائق. هاي هنا شوفوا هذا القوام مالته هسه هيك صار. هذا اذا تحبوه اخف تقدرون تخففوه، لكن انا افضل هذا المستوى من القوام. هسه اخليه على حرارة هادئة درجة هادئة واتركه فد 5 دقائق ويصير جاهز للتقديم. هاي هنا بعد ما تركته 5 دقائق شفته صار ثخين، خليت له قلاص مي يعني مي بارد عادي وفورته وياه صار هذا قوامه. الفسنجون من يبرد راح يثخن عندك، فاني افضل هذا القوام كافي يعني عندي المستوى. المي ما ضفته من البداية لان حسب يعني نوع الراشي، يعني بعض الانواع ما تحتاج مي هواي فلذلك ضفت بطل ونص. يعني هسه المقدار اللي احتاجيته انا اليوم بطلين على بطل المي حب الرمان الواحد. هسه هذا شكله شلون حلو شوفوا طعمه جدا طيب. طبعا والفكره الحلوه بالفسنجون يعني انت طبختي مثلا هاي الكميه وهي هوايه عليك، تاخذين حاجتك من عندها وتبردين الباقي. انا هسه اشوفكم اياها تخليها باكياس ما تفريز وتدخليها بالمجمده، اي وقت تحتاجين تقدرين ترجعين تستخدميها. هسه ابدي بسم الله اخذ قطعة وقطعة لخ صدر وابدي اصبه. اللي يستغني عن اللي بجوز لازم ما يضيف مي، لان اللي بجوز هم ينطي قوام ثخين يعني للفسنجون. خلصته وهذا شكل النهائي. شوفوا لونه ايش قد حلو وطعمه جدا طيب وطريقته سهله بنفس الوقت. احنا نحب ناكل وياه التمن. ان شاء الله هم اقدم لكم بالفيديو القادم طريقه طبخ التمن بشكل حبات متناثره. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من هاي التجربه من مطبخي فيرست. هاي هنا بعد ما اخذت المقدار اللي احتاجه من الفسنجون وبرد عندي رجع ثخن مره ثانيه، ضفت له بعد قلاص مي. شوفوا بس خلطته ما احتاج افوره لان انا اريد اجمده هذا المقدار الباقي. شوفوا شلون هيك ثخنه
قلت لكم الثخن يعتمد على نوعية الراشي، على مقدار البجوز اللي تستخدميه. هسه هذا مقدار الثخنة حلو كافي. راح هسه اخليه باكياس الفريز، اخذ المقدار اللي احتاجه. هذا يعني يصير جاهز عندك وقت ما تحبين، بس تطلعيه من الفريز او المجمد وتذويه وتفوريه، يعني لا تخلوه على نار هادئه، لان الراشي يذوب يطلع الزيت مالته. يعني دخليه بالفريز واي وقت تحتاجيه انتي. هاي انا المقدار الثاني راح اخذ، انا اخليه تقريبا اخزن على مقدار يعني صحن واحد، ماعون واحد، حتى يكون اسهل الي بالاستخدام. بعد تخزنون على مقدار حاجتكم، يعني على راحتكم، ايش قد المقدار اللي يكفيكم. بس قلت لكم اهم شيء من تطلعوه تخلوه يذوب زين، وبعدين تحموه على نار عاليه. هاي هيك افرغه من الهواء واغلقه. بما انه هي يعني شو نقول مكلفه هاي الاكله، فافضل ان نسويها بكميه كبيره ونخليها يعني تفيدنا اي وقت نحتاجها. هسه اجهز البقيه بنفس الطريقه. هذا هسه صار جاهز، راح ادخله للفريز، وش وقت ما احتاجه اطلع هالقطعه، يعني الكيس من هاي الاكياس، اذوبها واحميها على نار وسط، تكون جاهزه للاكل، وطعمها جدا طيب وما يختلف طعمها نهائيا.